جماعه انا افتكرت حته حاجه انا ما قلتلكوش عليها، بجد ما تقلش حاجه ابدا عن صدمتي ساعه الميك اب بتاع فرحي. وهي ايه؟ جوزي لما كان خطيبي، انا اصلا ساكنه في محافظه وهو ساكن في محافظه تانية، فاحنا الاتنين كنا مزنوقين جدا جدا خلاص قبل الفرح بكام يوم، فانا ما كنتش هعرف ان انا ابقى معاه وهو بيشتري السجاد، وهو اشتراها اصلا من المحافظه التانية اللي احنا اتجوزنا فيها، فكان هيبقى صعب عليا ان انا اجي من هنا لهنا، وانا اصلا كان عندي شغل وكنت وقتها برضو لسه بخلص باقي الجهاز بتاعي، ما علينا، فانا ما كنتش معاه. المهم احنا شقتنا كلها بيج، كل شقه بيج اوف وايت، هي دي الدرجات اللي عندنا في البيت، لو في درجه مختلفه خشبي بني دي. المهم فدي درجات شقتنا، ما عندناش اي لون تاني غير الالوان اللي انا ذكرتها دي، ماشي؟ انا بعرفكم علشان اقول لكم على المصيبه. المهم هو راح جاب السجاد، وهو بيجيبه طبعا بعتلي الصور واتساب، حلو ده، ده حلو، ده حلو، ده حلو، حلوه الدرجات دي. والسجاد كان لونه يا جماعه بيج، السجاد كان لونه بيج، انا هحط لكم الصور، هدور عليها واحطها لكم. بيج كده فاتح جدا، ويعني كان جميل بجد، كان تحفه، كان خطير. المهم فرشت السجاد وشوفته اصلا قبل فرحي بيوم، قبل فرحي بيوم الساعة 9:30 بالليل وانا بفرش السجاد، ما كنتش اصلا لسه روحت الاتيليه، ودي هبقى احكيها لكم في فيديو تاني عشان اقيس الفستان بتاعي او اعمل عليه بروفا، والست كانت هتقفل الفستان على الاتيليه بتاعي، فانا اصلا كنت منهاره وبعيط، فما كانش فيه اي حل تاني. انا وانا بفرش السجاد اثناء ما الست بتاعت الاتيليه بتكلمني بتقولي احنا هنقفل على الفستان بتاعك خلاص، يعني مفيش وقت، اتفاجئت بعد ما فرشته ان السجاد لونه جراي، سجاد الشقه لونه جراي. انتوا متخيلين؟ ومش واحده ولا اتنين، دول 3 سجاجيد، سجادتين كبار جدا اللي هما في الريسبشن كله، والسجاده بتاعت الكوريدور كبيره طويله قد الدنيا، كل دول جري. انا بقيت باصه للسجاد، طب اعمل ايه يا رب، اعمل ايه يا رب بجد؟ انا كده كده اصلا كان عندي حاجات تانية قاعده عماله اعيط عليها، فما كنتش فاضيه كمان اقعد اعيط على السجاد اللي طلع لون تاني. انتوا متخيلين؟ لا تعرف، انا فضلت فتره بجد كنت زعلانه جدا من جوزي، اللي هو انت ازاي ما شفتش ان السجاد اللي هو واجهه البيت يا جماعه، انتوا متخيلين؟ واجهه البيت لون ملوش اي علاقه اصلا بباقي البيت، وكان غالي جدا، يعني بجد كان غالي قوي ومن مكان حلو قوي، فبجد كنت زعلانه جدا وكنت متضايقه من جوزي، اللي هو طيب يعني انت شفته على الطبيعه، انا ما شفتوش، انت صورت لي بس. قال لي ما هو على الطبيعه نفس اللون اللي انا بعتهولك على الواتساب. المهم اللي اكد لي الموضوع ده ان اخت جوزي هي كانت معاه وهو بيشتريه، فلما جت عشان تبرك لنا قالت لنا ايه ده، هو السجاد ده مش كان لونه بيج؟ فخلاص قلت الحمد لله ومش ندمانه، يعني خلاص قلت انا حتى لو كنت معاه وقتها ما انا كنت اشوفه نفس الدرجه اللي هم شافوها وكنت هتغفل عادي. المهم يا جماعه لما تيجوا تشتروا حاجه زي كده بجد خليهم يفتحوا الاضاءه البيضاء، بلاش الورم لايت، لان هي دي السبب في كل المهزله اللي حصلت دي.